فضح منتدى دعم أنصار الحكم الذاتي في الصحراء المغربية فورستاين تورط القناة الفرنسية فرانس 24 في دعم الانفصاليين وتبني وجهات نظرهم في أحد البرامج التابعة لهذه القناة، عكس الحياد الذي قالت القناة أنها تتبناه منذ مدة. إذا تتواصل الانتقادات التي تطال قناة فرانس 24 الفرنسية بسبب تناولها الإعلامي المفتقر إلى المهنية الذي تعاطت به مع عدد من القضايا خلال الآونة الأخيرة، وبالأساس القضايا المتعلقة بالمغرب. وأثارت القناة الفرنسية المذكورة استياء متتبعين لملف قضية الصحراء المغربية بعد بث فرعها الناطق بالإسبانية برنامج 5 minutes في 5 دقائق الذي انتصرت فيه لوجهة نظر غير محايدة مع ترويج معلومات غالطة عن الوحدة الترابية بالمغرب. وقام منتدى دعم أنصار الحكم الذاتي في الصحراء المغربية فورستاين باتهام قناة فرانس 24 الناطقة بالإسبانية بتقديم مجموعة من المغالطات والأكاذيب خلال البرنامج سالف الذكر، موجها رسالة احتجاج في الموضوع إلى مدير القناة الفرنسية. وقال منتدى فورستاين إن القائمين على القناة المذكورة يبدو أنهم وجهوا بوصلتهم في اتجاه دعم وتأييد طرح جبهة البوليزاريو بشكل واضح، ليس من باب اقتناع أو قوة الطرح الذي أكل عليه الدهر وشرب، بقدر ما هي مناورة من القناة ومسؤوليها لمشاكسة المغرب. واعتبر المصدر ذاته أن الطريقة التي تتعاطى بها قناة فرانس 24 مع المغرب من خلال تقديم مغالطات حول قضية الصحراء المغربية الغاية منها محاولة لي ذراع المملكة لتحقيق مآرب معلومة لم يعد الزمن ولا الظروف يسمحان بقبولها. فما تعليقكم مشاهدينا الكرام حول هذا المستجد؟ شاركونا بآرائكم في التعليقات.